وبنبدأ الفيلم مع بنت اسمها بابي وهي سايقة الموتوسيكل بتاعها وبتسابق حد، بس الشخص ده بيعمل حادثة وبيقع، فبابي بتساعده وبتاخده لمخزن وبيقضوا وقت لطيف سوا، لكنها بتقوم من النوم وبتعرف ان ده كان مجرد حلم. وبابي بتكون مخطوبة لواحد اسمه كايو وفرحهم كمان اسبوع، وكايو بيعرفها انه مطلوب في المحكمة علشان يشهد ضد عميل عنده في الشغل كان شغال في غسيل الاموال، وبتتبسط جدا لما كايو بيديها حلق هدية. بس كايو بيلاحظ انها بتفكر في حاجة وبيعرف انها زعلانة علشان هتبيع الموتوسيكل بتاعها لانها بتحبه جدا، لكن كايو بيعرفها انها لازم تبيعه علشان هي محتاجة فلوس للفرح بتاعها. وهي بتقيس فستان الفرح بتاعها بتحكي لصاحبتها عن الحلم اللي هي حلمته، وبتقول لها انها حاسة بالذنب لانها حلمت بحد تاني غير كايو وكمان قضت معاه وقت لطيف. فصاحبتها بتقول لها معنى الحلم ده انها بتاخد قرار غلط بخصوص جوازها من كايو، لكن بابي بتعرفها انها محتاجة تتجوز علشان مش هتفضل تتعرف على رجالة من على مواقع التعارف زي ما هي ما بتعمل. ولما بتروح الشركة بتقابل تياجو اللي يعتبر اقرب صاحب ليها وكمان شريكها في الشغل، وبنعرف ان المحاسب بتاع كايو خطيب بابي، فبابي بتطلب منه انه يساعدها تحضر الجلسة بتاعت كايو في المحكمة. وبرغم ان تياجو بيعرفها انها جلسة عادية وملهاش لازمة، لكن بابي كانت مصرة انها تحضرها فبيوافق. ولما بيروحوا للمحكمة بابي بتشوف موتوسيكل شبه بتاعها بالظبط قدام المحكمة، وبتعرف تياجو انها زعلانة علشان هتبيع الموتوسيكل بتاعها. ولما بيدخلوا للمحكمة بتتفاجئ لما بتشوف القاضي اللي اسمه ماركو، لان ده نفس الشخص اللي حلمت بيه وقضت معاه وقت لطيف. وبعدها بنسمع كايو هو بيقول انه ملهوش علاقة بالعميل وما كانش يعرف انه شغال في غسيل الاموال. وبعد ما خلصوا الجلسة بيعرف بابي انه مسافر تاني علشان يخلص شغل ورجع على طول. فبابي بتعزم تياجو يحضر حفلة العزوبية بتاعتها، لكن تياجو بيعرفها انه مش هيعرف يحضرها علشان وراه شغل. وهي في الحفلة صاحبتها بتديها علبة فيها هدية من حد ما بيكونش مكتوب عليها الاسم، ولما بتفتحها بتتفاجئ ان فيها صور لكايو خطيبها وهو بيخونها، فبتبدأ تنهار وبتروح للحمام وهي بتعيط. فصاحبتها بتروح لها وبتعرفها ان كل اللي في الحفلة مشيوا وبتطلب منها تفتح الباب. وتياجو بيكون وصل لها هو كمان وبيطلب منها تخرج من الحمام علشان يمشوا من هنا، بس هي بتقول انها مش عايزة تخرج علشان محدش يشوفها ويضحك عليها، لكن تياجو اقنعها ان مفيش حد هيضحك عليها وانه هيعمل اي حاجة علشانها. فبتخرج وبتقول له يوديها للشركة بتاعة كايو، وبتكذب على موظف الاستقبال وبتعرفه انها جايبة هدية لكايو وعايزة تعمل له مفاجأة وتسيبها له في المكتب. وبتدخل للمكتب فعلا علشان تعرف اي حاجة عن البنت اللي كايو بيخونها معاها. ولما بتحاول تفتح اللاب بتاعه ما بتعرفش، وبتتفاجئ برسالة من كايو لحبيبته وبتعرف ساعتها انه على علاقة بيها من سنتين. فبتبدأ تنهار جدا وبتكسر كل حاجة في المكتب وبتاخد اللابتوب بتاعه وبتخرج. وصاحبتها بتحاول تهزر علشان تفك عنها شوية وبتعرفها انها اضطرت تقضي وقت لطيف مع موظف الاستقبال علشان تساعد بابي وما يركزش معاهم. ولما بتروح بتبدأ تشرب وبتكون مكتئبة جدا وبتحرق كل صورها مع كايو. فصاحبتها بتاخدها علشان يروحوا الكوافير وتغير شكلها وتنسى كايو شوية. فتياجو بيتفاجئ بشكلها الجديد وبيعجب بيها جدا، وهي بتقوله انه لازم يمنعوا تعاملهم مع كايو. بس تياجو بيعرفها ان ده قرار غلط لان شغل كايو يعتبر نص شغلهم. وبيجيلها اتصال من مساعد القاضي ماركو وبيعرفها انهم لقوا ملفات بتاعتها كانت ناسيها في المحكمة. فبتروح المحكمة علشان تاخد الملف، لكن ماركو بيتفاجئ بيها وبيفضل مركز معاها شوية. ولما بتخرج بتشوف الموتوسيكل التاني فبتقف عنده، وهنا بيظهر كايو وبيكون زعلان بسبب انها سابته قبل الفرح بكام يوم. فبيطلب منها تديله فرصة اخيرة وبيعرفها انه ساب البنت دي خالص، لكن بابي بتتعصب عليه وبتقوله انها مش مهتمة بيه خلاص لانه بيحب البنت التانية من سنتين. فماركو بيظهر وبيخلي كايو يبعد عنها ويمشي. وبعدها بيخرجوا سوا وبتعرفوا ان كايو كان خاطبها لحد امبارح وحكت له كل اللي حصل. ولما بتسأله ان كان متجوز او مرتبط بيقول لها لا، بس بتتفاجئ انه مرتبط بسبب واحدة عمالة تبص له. فبيستأذنها وبيروح لها، وبتكلم صاحبتها وهي مروحة وبتعرفها انها قابلت ماركو اللي حلمت بيه، لكنها قلقانة علشان دورت على النت كتير وما لقتش اي حاجة تخصه. ولما بترجع للبيت بتتفاجئ انه متبهدل، فبتتصل بتياجو وبيجيلها على طول. فبتشكره لانه جنبها في كل وقت وبتقوله انها حاسة ان كايو هو اللي عمل كده.
ولما بتحكي له عن ماركو بيحذرها منه لانه مستغرب انه يقرب منها بالسرعة دي، وكمان بيعرفها ان مشاعرها مش مستقرة. بس الواضح ان تياجو بيكون حبها وبيعرفها انه ممكن يكون اكتر من صديق بالنسبة ليها وبيقرب منها، لكن بابي بترفض وبتعرفه انها مش هتعرف تتعامل معاه غير انه صديقها وبس. فبتقرر بابي انها مش هتبيع الموتوسيكل بتاعها وبتنضم لنادي مسابقات، وبتتفاجئ ان ماركو في نفس النادي ده وبيطلب منها تخرج معاه في وقت الغروب. وطبعا بابي بتوافق وبتكون مبسوطة جدا وبتحكي له انها حلمت بيه من قبل ما تشوفه في الحقيقة. ولما بيحاول يقرب منها تليفونه بيرن وبيضطر انه يسيبها ويمشي. وبالليل بتكون قاعدة على البحر لوحدها وبتتفاجئ بماركو قدامها وبيعتذر لها انه سابها ومشي، لكن بابي بتقول له مفيش داعي تعتذر لان مفيش بينا حاجة ولا هيكون في بينا حاجة. لكن بمجرد ما قرب منها شوية حصل اللي حصل، بس بنتفاجئ ان في حد بيصورهم وهم مع بعض. ولما بتصحى من النوم بتلاقي رسالة من ماركو بيعرفها ان عنده شغل علشان كده مشى بدري. ولما بتخرج بيقابلها صاحب النادي وبيحذرها من ماركو لان مفيش حد يعرفه ولا يعرف عنه اي حاجة. فبتقلق اكتر لما حد بيبعت لها الفيديو اللي اتصور ليها وهي مع ماركو، وبرضه بيحذرها انها تقرب منه. فبتحكي لصاحبتها على اللي حصل وبتقول لها انها شاكه في كايو او تياجو هما اللي عملوا كده. بس باتي بتعرفها ان تياجو كان معاهم في نفس الوقت اللي هي كانت مع ماركو فيه، وبتوريها الفيديو اللي يثبت ده، يعني مستحيل يكون هو اللي صورها. وماركو بيحاول يتصل بيها كتير بس هي ما بتردش عليه. فبتحاول تفتح اللابتوب بتاع كايو لحد ما قدرت توصل للرقم السري بتاعه، وبتتفاجئ بالمعلومات اللي على اللاب. وبتعرف تياجو ان كايو كان متورط في قضية غسيل الاموال اللي العميل اتحكم عليه بسببها. ولما تياجو بيعرفها انه هيروح له الشركة ويضربه، بابي بتقوله انهم لازم يتصرفوا معاه بذكاء اكتر من كده، وبتقترح عليه انهم يبعتوا اللابتوب لماركو علشان هو القاضي اللي كان بيحكم في القضية دي. فبيوافق على كلامها بس بيقول لها الاول نعرض الموضوع على المحامي بتاعنا، وبيحلف لها انه ملهوش علاقة بالموضوع ده وهي بتصدقه. وبيجي لها بوكيه ورد من ماركو وبيطلب منها انها تقابله، لكن تياجو بيحذرها التاني وبيقول لها تبعد عنه. بس بابي صاحبتها بتقنعها انها لازم تقابله، يمكن يكون هو ده الشخص اللي هيساعدها. فبتقتنع بكلامها وبتجهز نفسها وبتروح له البيت، وبيبدأ يكلمها عن نفسه وازاي بقى قاضي. فهي بتستأذنه علشان تروح الحمام، بس وهي رايحة بتفتح باب غلط وبتلاقيها أوضة أطفال. وبيجي ماركو وبيمنعها تدخل الأوضة دي وبيقفلها التاني. وبعد كده علاقتهم بتتطور أكتر وبيعترف لها إنه هو مبسوط معاها وإنه مش بيثق في أي حد بسهولة، لكن هو استريح لها. بس بتسمع صوت عالي جاي من تحت وبتروح تشوف فيه إيه، وبتتفاجئ بنفس البنت اللي كانت في المطعم قبل كده وبتعرف إنها مراته. فالبنت دي بتعرف بابي إن ماركو اتخلى عنها في أكتر وقت هي كانت محتاجاه فيه، وإنه هيتخلى عنها هي كمان لأنه بيتسلى بيها. فبتتضايق جدا من اللي حصل وبتمشي بالموتوسيكل بسرعة لحد ما بتيجي عربية وبتخبطها. ولما بتفوق في المستشفى بتقول لتياجو إنها شاكة إن اللي حصل ده ما كانش مجرد حادثة، وبتكون شاكة في كايو. وماركو بيجيلها علشان يطمن عليها لكنها ما بتكونش عايزة تشوفه أصلا. فتياجو بيطلب منه إنه يمشي، ولما بيخرج بيتصل بواحد وبيطلب منه يركب له أجهزة تصنت عند كايو في البيت. ولما بترجع للبيت ماركو بيروح لها تاني وبيكون عايز يبرر لها اللي حصل عنده. فبياخدها معاه للمستشفى علشان يعرفها انه مخلف بنت بس عندها مرض نادر من نوعه، وبيعرفها انه هو متجوز من 4 سنين بس اكتشف ان مراته عندها مرض نفسي وحاولت تنتحر كذا مرة، ومع ذلك حاول يساعدها بس هي كانت بترفض اي مساعدة منه. والاسوأ من كده انها حاولت تخطف البنت من المستشفى برغم ان البنت ما ينفعش تعيش من غير الاجهزة الطبية. وبيأكد لها انه ما كانش بيفكر يرتبط تاني لحد ما شافها واتأكد ان هو بيحبها. وبيعرفها ان اوراق طلاقه قربت تخلص وبيعرض عليها الجواز. فهي بتقوله انها محتاجة وقت علشان تفكر في الموضوع ده. فماركو قال لها ان ده حقها ولازم تفكر براحتها. وبعد كده بتروح لتياجو بتقوله لازم نبعت المعلومات اللي معانا لماركو، وبتعرفه انها عملت منها نسخة
ومحتفظة بيها، فقال لها تمام وانه هيعدي عليها بالليل ويروحوا سوا لماركو. بس بنلاحظ انه ارتبك وبدأ يتوتر بعد ما هي خرجت من عنده، فبيروح لكايو اللي بيكون واكل علقة موت. وبنعرف هنا ان تياجو هو كمان ليه علاقة بغسيل الاموال، وان هو اصلا اللي مشغل كايو معاه. فكايو بيقول له انا ما كنتش اعرف انك شغال مع مجرمين، وبيعرفوا ان هما اللي ضربوه العلقة دي علشان يصلح اللي حصل. وبيبان ان هو اللي كان مصور بابي مع ماركو، وكمان هو اللي خبطها بالعربية. فبيقول لكايو انه حاول معاها كتير علشان تبعد عن طريقهم، بس هي عنيدة جدا. فبيعرفوا انهم لازم يخلصوا منها علشان ما تفضحهمش. بس ماركو بيكون سامع كلامهم كله وبيعرف ان بابي في خطر، ولما بيحاول يتصل بيها بتكون مع تياجو في العربية وبيهددها بالمسدس علشان ما تردش عليه، لكنها ما بتسمعش كلامه وبترد عليه وبتعرفه انها مع تياجو دلوقتي. بس تياجو قفل السكة وعرفها ان الغلطة الجاية هتكون مقتولة. فبيتصل على باتي علشان يعرف منها مكان بابي لان تليفونها مربوط بتليفون بابي. ولما تياجو بيوصل للغابة بيطلب من بابي تسمع كل كلامه، فبتكون خايفة وبتقول له انا عايزه انتقم من كايو مش منك انت، لانها متاكده ان هو ملهوش علاقه بالموضوع ده. لكن تياجو بيطلب منها تسكت وبينزلوا من العربيه، وبتتفاجئ لما بتشوف كايو قدامها، وتياجو بيطلب منه يقتل بابي ويدفنها. وبرغم ان كايو ما كانش موافق انه يعمل كده، لكن تياجو بيهدده هو كمان علشان كده قرر يقتلها. فبيقول لها انه بيحبها وما بيكونش قادر يقتلها، فبتقوم وبتضربه بالكوريك وبتحاول تاخد المسدس بسرعه. بس تياجو بياخد المسدس وبيقتل كايو، وبيكون على وشك انه يقتلها هي كمان، بس ماركو بيكون وصل وبينقذها منه. بس تياجو ضربه هو كمان بالنار، وبيكون الدور جه على بابي خلاص، لكن الشرطة بتكون وصلت وقتلته على اخر لحظة. وبعد 6 شهور بنشوف بابي وماركو بيجهزوا اوضة بنته لانها هتخرج من المستشفى، وبتكلم باتي صاحبتها وبتعرف منها انها اخيرا لقت الشخص اللي هتكمل معاه حياتها. وبتتفاجئ انه موظف الاستقبال بتاع شركة كايو. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة محمود عادل علشان يوصلك كل ملخصات الافلام الجديدة. وسلام.